خاض اللاعب المغربي نسيم الهرموز صاحب 16 سنة فقط أول مباراة له مع كبار فريق فاينورد روتردام، وذلك في المباراة الودية مع اكسلسيور روتردام. ويلعب نسيم بشكل رسمي مع فريق فاينورد لأقل من 19 سنة رغم صغر سنه، قبل أن يمنحه مدرب الفريق الأول فرصة اللعب في الشوط الثاني من ودية اكسلسيور يوم الأربعاء في ظل غياب اللاعبين الأساسيين لتواجدهم مع منتخبات بلادهم. ويعتبر الهرموز من بين أبرز المواهب الصاعدة في هولندا على غرار اللاعبين الذين تلقوا التكوين الكروي هناك، أبرزهم الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب اليونايتد حاليا. غاب الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب اليونايتد عن رحلة المنتخب الوطني إلى أبيجان لمواجهة منتخب الكوت ديفوار وديا يوم السبت القادم، ولم يظهر أمرابط سواء مع البعثة التي حطت الرحال بأبيجان ولا في تدريب المنتخب في المعسكر الذي انطلق بداية الأسبوع بمركب محمد السادس بمدينة سلا. ولم تتضح بعد أسباب غياب أمرابط عن التجمع الإعدادي للأسود، رغم أن الناخب الوطني وليد الركراكي أعلن عن اسمه مع القائمة المستدعاة لمباراتي الكوت ديفوار وليبيريا، وينتظر أن يتم الكشف عن أسباب غياب أمرابط قبل مواجهته القادمتين، حيث سيجري الركراكي ندوة صحفية يوم غد من أبيجان. وغاب اللاعب أمرابط عن التجمع الأخير بسبب إصابة تعرض لها، يعوضه يحيى جبران لاعب الوداد قبل مواجهة بوركينا فاسو في لانسا الفرنسية الشهر الماضي.